الحمد لله على سلامتك يا راوي. سايق عليك النبي، بلاش البصة دي. أنا عمري ما كرهتك ولا شلتلك ولا لغيرك شر في قلبي أبدا، وحلفتلك إني ماليش دعوة باللي حصل لك، وما بعتش رسايل يوميها والله العظيم. كل واحد منه لله بقى. مفيش حد عارف اللي في ضماير الناس. حقك، ولو عاوزة تضربيني باللي في رجلك هسكت لو ده اللي هيريحك، بس اصفيلي. ده أنا حمدت ربنا من أول لما شوفتك، وقلت ربنا بعت لي أخت جديدة وحبيتك. يمكن حصل ما بيننا شوية مشاكل، بس والله العظيم ده عمره ما يخليني إن أنا أفكر أذيكي، واللي حصل لك ده عمري ما أتمناه لحتى العدو. بقول لك ايه يا كناديا، انا مش عايزه اتكلم في حاجه تضايقني، بس انا عايزه اروح السيد. شلنا يا أهل البيت. طب والله العظيم أنا نفسي أروح أصلي ركعتين وأدعي وأقرأ الفاتحة هناك. ممكن أجي معاكي؟ بحياة حبيبك النبي ما تقولي لأ. السكوت علامة الرضا. ربنا يكبر بخاطرك. والله العظيم أنا هروح وأدعي على شامل ده إنه بحق جاه النبي ربنا ينتقم منه باللي عمله فيكي. شامل؟ هو فهد ما قالكيش؟ يقطعني. وحياة حبيبك النبي يا راوية ما تقولي لفهد إن أنا قلت لك حاجة. خليه هو لما يرجع يحكي لك.